اوبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا هنستعيد النهارده حلقتنا دي ببركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله. أما بعد، متشكر لكل أصدقائي اللي بيواسوني على أرضنا اللي موجودة في الجبلية، اللي الدولة عايزة مش عارف هتاخدها ولا هتسيبها لنا، الله أعلم. بصراحة يعني ما حلتناش غيرها يا جدعان، لأن هي واقفة علينا بألافات مؤلفة ألافات إيه؟ ملايين. ربنا يسترها علينا يا رب بحق جاه النبي. المهم هنشوف هنعمل مع أم الدولة إيه، واللي في الخير يقدمه ربنا. إحنا وتد وعيلة تقيلة، ما إحناش قليلين، والسيسي ذات نفسه عارف كده. المهم، اللي يصلي على النبي يكسب. صلاة الحبيب محمد كلها مكسب، وانا مكسبي كل من صلى على النبي. بص يا برنس، اوعى توهم نفسك بان انت عندك الحمام الواو، ولما اجي اشوف ابص الاقي القصه اقول لك انت جايبه منين، تقول لي من سوق السيده عائشه جايبه ب 150 جنيه. يعني لا مؤاخذه، لما نطلع نلاقي استراليات بوش عاده، اوبا ها، لما نطلع نلاقي استراليات عندك بوش عاده قطعه ماشي، بس مش القطعه اللي واخده البنيه وتمام التمام وتقول لي دول صوافه، يبقى انت بتضحك على نفسك. فانت النهارده عشان خاطر تشتري العدل هتبيع عدل، تشتري الرديء هتبيع رديء. يعني النهارده انت جايب حجرين بطاريه، هيشغلوك قد ايه لو مش هما ايفريدي او ماركه عدله؟ هيشغلوك وقت معين وهيقفلوا معاك وهيشحروا. لو انت جايب حجرين تقال هيقعدوا معاك فتره حلوه، يمتعوك بالمزيكا او بالقران او بالووكمان اللي انت قاعد بتسمعه، او بال3 دي او باي حاجه، ام بي 3 او ام بي 4 ام بي 5 اي بطيخ. المهم اقصد ان الاوريجينال الاصلي تملي ثمنه فيه. التيشيرت لو جاي وحش هيوبر منك وهيبوظ لو هو ب 50 30 20، الكلام اللي انت فاهمه ده. وكل برغوت على قد دمه، احنا ما بنقللش من كيان حد، اللي معاه بيجيب. فانت نرجع للحمام. الحمام يا باشا لو انت مش جايبه بسعر معقول ومدفوع فيه، يبقى مش ده الحمام اللي بالك فيه. ما تقولش انا عندي، ما تحركش نفسك. الناس التقال لما تحب بتحاسن بحمام، لما بيقولوا مكلتم بيبقى مكلتم يعني مضروب، بص عظمه شبعان قوي، ها، واخد طلقه في دماغه، واخد بنيه وعظامه مليانه، والتظبيط شغال، والحدايق شغال، والحبايق شغال، الدنيا كلها بص مظبوطه. لما هم بيحبوا بيحسنوا من منطلق ان هم يمتلكوا الشيء الحلو. يبقى احنا عشان نطلع نترقى ونعلى ونوصل للرتبه العاليه بتاعه افندينا، بتاعه سياده اللواء بتاع الحمام، لازم نجيب الحاجه الحلوه. شغل العشوائيات وشراء الحمام الوحش بيخلف في الاخر امور وحشه، بيوطن امور وحشه، بيسيب لي حاجه وحشه. الحمام تجيبه نظيف هتاخد منه فرخ نظيف، الحمام تجيبه وحش هتاخد منه فرخ وحش. الحمام تجيبه هلكان، يا تفرخه يا ما تعرفش تفرخه، لو فرخته هتطلع منه فرخ هلكان. عشان كده في مثل رباني بتاعنا كده ماشيين بيه على الله، الغالي تمنه فيه. جبت قص قطقطة جمال غاليين مدفوع فيهم، هيجيبوا عيال هيتباعوا غاليين عشان مدفوع فيهم، عشان مدفوع في اهليهم. جبت قص روحنا على حق ربنا. ما هو خلي بالك ان انت ما تحب تتصيط وتبقى صاحب صيت، هات الحاجة المعدولة، ما تلملمش. ليه؟ بتتكعبل في شوية حمام محسوب حمام وبياكل. ولو مسكنا الفرج الاصلي ابو 200 300 جنيه هنلاقي في حصلته شوية ذرة، وهمسكنا الفرد التقليدي اللي ملوش اي لازمه اللي يجيب 10 جنيه ولا 30 40 50 جنيه هنلاقي في حصلته نفس كميه الذره، بل واكل اكتر. ده لو اتباع يجيب فلوس، ده لو اتباع ما يجيبش فلوس. انا عايز استثمر ولا عايز اهرج واضيع وقت؟ انت بقى حط عقلك في راسك تعرف خلاص، الله يرضى عليك. لان انا بتكلم مع ناس مستوى تفكيرها وخيالها واسع. هو انا لو عندي 50 قص، هو انا لو عندي وبفرق هكسب قد ايه؟ يا باشا ما تقولش عندي 50 30 20 10 قص، ابتدي قول، ابتدي الاول، هات تمن القص الاول، اشتري قص، هات تمن الجوز اللي هتشتريه. ما توهمش نفسك بانك عندك 50 وبتفرخهم.
وهيجيبوا يجيبوا مين؟ هو انت اصلا جبت ال50 معاك فلوس قص عشان تحلم ب50 قص؟ عيش الواقع، ما بلاش شغل الهردبيسه والهرتله. يعني بلاش شغل الحاجه البايشه، الشغل البايش التايك بلاش منه. فكر وانت واقف على ارض صلبه. عندي بلكونه، تمام تمام، يمينها وشمالها فاضي، ممتاز. اعمل ايه يا بيرجو؟ 3 عيون يمين 3 عيون شمال، 6 عيون، واعمل فيهم ايه؟ هات 6 اسوس من احلى 6 اسوس، وهات العيون واسعه 60 في 70 او 60 في 60، ارتفاع 50، يبقى متر و50 كده، متر و50 كده، تبقى انت شايف تقف على كرسي على حاجه تاكل وتشرب وتمام التمام. او حط 4 عيون، 2 يمين 2 شمال، 4 اسوس هيجيبوا لك اخر الشهر الشهد. 4 اسوس هيعملوا لك مرتب اخر الشهر، بس لما اكون منقي اجمل 4 اسوس. كل قص كده 400 500 جنيه احضرهم له، راس مالي 2000، احط القصين، اظبط الدنيا، افرخهم، اظبطهم. اول ما يجيب فرخه انزل ابيع، تاني ما يجيب فرخه انزل ابيع، تالت ما يجيب فرخه انزل ابيع، اهرسهم شويه، ولو عندي اوضه اطلع من فرخهم فوق اطلع. ليه؟ انمي شويه واظبط الدنيا. يا عم صل على النبي، يا عم زيد النبي صلاه، يا عم اذكر الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. انا عايزك حلو، الحلو اللي ربنا مرضيه عايز الناس تبقى حلوه زيه، لان هو خامه حلوه اللي هي انا. ما يشكرش في نفسه الا ابليس، واحنا مش ابلسه، احنا ذكر الله في بقنا 24 ساعه. الحمد لله رب العالمين. بنغلط ونرجع نقول سامحني يا رب، بنشتم ونرجع نستغفر. ما احناش اولياء ولا انبياء، احنا بشر ماشيين معاكم على الارض، بنعصى ونستغفر ونتوب، بنعصى ونستغفر ونتوب ونرجع نعصى عشان نتوب. ده حال الدنيا، ده حال الدنيا. تعال شوفني في شغلي، اللعنات والسباب، وساعة الصلاة تقول عليا إمام مسجد. ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم. والحياة تقلب، ونفسك الراضية الهادية ممكن بعد نص ساعة يجيلك مكالمة تخليك إبليس، وتيجي واحد يقول لك يلا بينا عشان العشاء اتدنت، تقوم تستغفر ربنا طول ما انت ماشي، ورجلك بتحط خطيئة والاخرى بترفع درجة، تمام زي ما قال سيدنا النبي، لان المشاؤون للمساجد. وربك بيكرم، ومحدش عارف هيتحاسب ازاي، ومحدش عارف جنة ولا نار، وسلموها لله. عايز تبتدي يا ابني مشروعك، ابتدي من القرحة. القرحة سوري انا مسميها كده، بس محدش ياخد اللفظ بلفظ سيء. القرحة دي البلكونة، تمام؟ ابتدي من القرحة، القارحة البلكونة. القرحة دي بتعمل لك شوية فلوس قسما بالله يا ربي، ودين محمد تجيب لك ايجار الشقة. لو انت عندك شقة واخدها ايجار، لو انت مأجر شقة، البلكونة بتاعت الشقة تجيب لك ايجار الشقة. ايجار الشقة والمطبخ يجيب لك ايجار الشقة. هو انا هربي حمام في المطبخ؟ لا بقى، ما انا هوسع معاك بقى الليلة بقى. طب خد الفكرة دي، خير يا باشا. في سناتر ومحلات، في سناتر ومحلات بتحب الاكل البيتي، وربنا كرمنا بالعلب. ربنا كرمنا بالعلب اللي بتروح عند بتاع الزبادي والرز ابو لبن، تلاقي العلبه الشفاف اللي فيها رز ابو لبن اللي بتقفل، وكرمنا باطباق ورق الفويل. المدام تعمل حله محشي حلوه كده، وتستف ورق العنب في الاطباق دي، وتديله بالاسترتش، وتنزل تعرض الطبق ب5 جنيه ولا ب10 جنيه للشاب اللي واقف في المول هياكله. عندك مول البستان، مول التحرير، مول طلعت حرب، مول اي مول، اي مول في القاهره، اي مول بلدي، اي اصحاب محلات في حواري، انا كذا 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 وبعمل لقمه كذا، والكارت بتاعي اهو، لما حد يعوز كارت الاستاذ جوزي اهو، حد يتصل واقول اعملوا اي لعبه. احنا نعرف ناس، بلاش اتكلم بس عشان هما بيسمعوني. يعني تاجروا في الرز ابو لبن، كانوا بيعملوا عقيقه، وبعد العقيقه الحاجه الكبيره رحمه الله عليها كانت نادره رز بلبن وماتت من غير ما تعمله. بنتها عملته اللي هي ام الواد. بعد ما عملته نزلنا نوزعه، الناس دقته،
راح جاي لنا صاحب محل، مين يا عم بيرجو اللي عامله؟ قلت له ده ما يخصنيش، ده بتاع فلانة الفلانيه. قال لي طب انا ماليش كلام معاه عشان بس جوزها ما يزعلش، انا عايز منه. في ايه يا عم؟ قال لي طلاق عتاق رقاق، انا عايز منه، انا ما اكلتش وما شفتش ولا حتى البان زاهر. يابا في ايه؟ قال لي يابا دي استاذتي الاساتذه انا عايز منه. طبعا كنا في شعبان، وعملوا العقيقه والرز ابو لبن وزعناه على الناس اللي في الشارع. جالي الراجل قال لي انا عايز منه، قلت لجوزها، قال لي بقول لك ايه ما تخليش اروح اديله بالجزمه. قلت له يا عم اسمع بس. طيب بعد ما قلت له اسمع بس، الكلام ده كان من 8 سنين، النهارده هم ايه؟ هم بيتم ملك، واحد في عين شمس والتاني في المرج. هي عربيه فيرنا، ابنها اعتقد عنده سكوتر او فيسبا حاجه زي كده، معرفش، سكوتر عنده 11 12 سنه كده، سكوتر بيلعب بيه. جوزها عربيه برضو اعتقد بي ام، بيتم ملك، وواخدين شقه معرفش فين بس زي العسل. يعني حالهم اتغير من ايه؟ من 5000 كوبايه رز بلبن كل يوم بتنزلها في العربيات، لما جابوا ناس بعربيه نص نقل تاخد ال 5000 رزايه منهم تنزلهم، وخدت شقه تطبخ فيها الرز ابو لبن. وصلت؟ فيابا من حمدوا زادوا، واللي يصلي على النبي يكسب. محدش اهبل. روح عند اي سوبر ماركت قول له ايه رايك؟ دوق ده، دوق ده، بس تكوني محترفه، او تكون انت محترف عامل الحاجه بمقاييس صارف عليها. دوق ده، ايه رايك؟ قول له انا بعمله وبجيبهولك، وخش شوارع شعبي ولا صحه ولا محه، اعمله واجيبهولك بكامل. لا انا ببيع بالمية، المية بقد كده. هتلاقي نفسك كسبت. اعمل لنفسك 10 محلات هتكسب منهم ذهب، وهتبني بيوت، وهتديني شقه هديه. بالصلاه على النبي اشتري حمام غالي عشان الغالي ثمنه فيه، وخش على القرحه البلكونه. البلكونه هي اللي هتعمل لك فلوس وهتعمل منك بني ادم، والمطبخ هيخلي مراتك تصرف على الشقه وعليك وعلى الدنيا كلها. ومش عيب ايد الست زي ايد الراجل جنبا الى جنب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ركزوا وخدوا الدفعه اللي تخليكم زي الطلقه في حياتكم. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعمونا يا جدعان، هيشيلوا الجماليه عشان يعملوها لكم اكبر بازار سياحي في العالم. دعمونا بجد. لما اكتب عنها خشوا كده لايكات وحوارات، وخشوا دبوا ماشي. ربنا يسهل. انا بس مش عايزهم ياخدوا الارض بتاعتي، لا اكتر ولا اقل. عندي ارض هناك مش عايز حد ياخدها من الاخر، ولا سيسي ولا ميسي، مش عايز اديها لحد. وارثها عن جدي مدي 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 مدي، اخر جدي كان حافي من 500 سنه، وارثينها بجد، ما ينفعش نديها لحد. معرفش، مش متخيل ان حد بيقول لي هاتها واطلع. يلكوا زي الفل، وربنا يجيب العواقب سليمه. وما جابهاش سليمه هيبقى فيها ليله مجزره، هصورها لكم لايف. يلكوا زي الفل عشان ما حدش يعرف ان التلامسه هفق. التلامسه تاريخ، مش رنجه وبطاريخ. نهاركم ابيض.